صباح الخير. القاعدة اللي هنشرحها النهاردة هي الفرق بين everyone, each one, anyone و no one. الأربعة دول يا ولاد بسميهم الضمائر غير المحددة أو indefinite pronouns. في البداية لازم أكون عارفة قاعدة أساسية هتمشي عليهم هم الأربعة بلا أي استثناء، إن الفعل بعدهم مفرد والاسم بعدهم جمع. تاني، الفعل بعدهم مفرد والاسم بعدهم دايما جمع. يلا بينا نبتدي بأول واحدة اللي هي everyone. everyone دايما بتيجي بمعنيين، يا إما الكل أو الجميع يا إما كل واحد. هل بتصرف معاها بنفس الطريقة؟ الحقيقة لا. طب أقدر أفرق بينهم إزاي؟ في البداية أنا عندي طريقتين لكتابة everyone. يا إما أكتبها ككلمة واحدة ماسكة في بعضها مفيش سبيسز، وفي الحالة دي يبقى أنا بتكلم بشكل عام عن الكل أو الجميع. طب أقدر أميزها إزاي؟ أقدر أميزها بإن دايما everyone لما بتيجي كلمة واحدة هنعتبرها ماسكة في بعضها، فالجملة ما بتقبلش غير كلمات بسيطة. فإذا هلاقي في الجملة العلامة المميزة ليها فعل مفرد فقط. فعل مفرد فقط، وهنا معناها الكل أو الجميع. يلا نطبق. everyone likes music. everyone likes music. ليه اخترت everyone الكلمة الواحدة؟ لأني لما شفت بقية الجملة لقيت فيها فعل في الصيغة المفردة اللي هو likes. تمام؟ وبالتالي اخترت الجملة everyone فيها الكلمة الواحدة بمعنى الكل أو الجميع. تاني مثال عندي قال لي everyone is happy today. الجميع مبسوط النهاردة أو سعيد النهاردة. ليه اخترت everyone الكلمة الواحدة؟ لأني لقيت في الجملة مجرد فعل مفرد بس، وبالتالي اخترت everyone كلمة واحدة بمعنى الكل أو الجميع. طيب، لو اتكلمنا عن everyone بمعنى كل واحد بشكل خاص، ايه اللي هيميزها لي؟ هلاقي ان everyone هنا جت مفصولة. everyone مفصولة. عشان احفظها، المفصولة او في اللي فيه بينهم سبيس بتسمح بدخول اكتر من مجرد فعل مفرد. هنلاقي فيها of، هنلاقي فيها اسم جمع، هنلاقي فيها فعل مفرد. تاني، of اسم جمع فعل مفرد. كل دول دخلوا في الجملة ليه؟ لأن في سبيس. اتفقنا كده؟ لأن في سبيس في الكلمة everyone، وهنا بيبقى معناها كل واحد بشكل خاص. تعالوا نقرأ الجملة مع بعض. Every one of my friends has a car. Every one of my friends has a car. طب أنا ليه اخترت everyone المفصولة؟ لأني لقيت 3 علامات في الجملة. of حرف الجر، friends بمعنى اسم جمع، وhas وده فعل مفرد. 3 علامات عرفوني إني أنا هختار everyone اللي فيها space بمعنى كل واحد بشكل خاص. إيه هي الخلاصة اللي أقدر ألم بيها المعلومات وأجمع بيها معلوماتي عن everyone؟ لو جت كلمة واحدة one word لازقة في بعضها فبتيجي بمعنى عام يعني الكل أو الجميع، وبيجي بعدها فعل مفرد. طيب لقيت سبيس في الكلمة، السبيس ده هيسمح لي بدخول أكتر من حاجة في الجملة. of اسم جمع فعل مفرد، ودي معناها كل واحد من مجموعة معينة، مجموعة موظفين، مجموعة مدرسين، مجموعة طلبة. تمام؟ يلا بينا نحل أول أمثلة. أول الأمثلة عندي بيقول I hope Noat enjoys the meal. I hope Noat enjoys the meal. أنا بتمنى إن، هل هقول الجميع يستمتع بالوجبة ككلمة واحدة، ولا هقول everyone إن كل حد يستمتع بالوجبة؟ يلا ناخد الهنتس بتاعت إجابات الجملة. أول حاجة بصيت في الجملة لقيت عندي كلمة enjoys فعل مفرد، يستمتع فعل مفرد بس، وما لقيتش زيادات تانية. إذا فأنا هنا الجملة هختار فيها بلا أي تفكير everyone كلمة واحدة بمعنى الجميع. I hope everyone enjoy the meal. أنا بتمنى الجميع يستمتع بالوجبة. ما لقيتش علامات everyone المفصولة بمعنى كل واحد من مجموعة محددة، سواء of سواء اسم جمع وطبعا اسم مفرد، فبالتالي لأن الشروط غير منطبقة عليها فأنا اخترت everyone الكلمة الواحدة. التريكي بوينت دايما بتيجي على النقطة دي. Not of my student is smart. Not of my student is smart. هل أقول الجميع من الطلبة بتوعي ذكي، ولا أقول كل واحد من الطلبة بتاعتي ذكي؟ مبدئيا أشوف العلامات اللي بتساعدني على إني أجاوب الجملة. لقيت of حرف الجر، students اسم جمع، is فعل مفرد، فبما إني لقيت أكتر من مجرد فعل إذن فكان في space، فبالتالي أنا بختار everyone المفصول. كمان يا ولاد بالسنس واحنا بنجاوب الجملة، أما قال of my students فهو اتكلم عن طلبة، مجموعة خاصة،
واحنا اتفقنا اما بيتكلم بشكل خاص فهو بيتكلم عن الضمير المفصول مش الضمير اللي مكتوب ككلمة واحدة. نيجي بعد كده ل each one. each one بمعنى كل واحد أو كل فرد من مجموعة، ودي مسهلة لي الدنيا جدا لأن هي اوريدي جاية لي في كلمتين، في شكل كلمتين بنكتبها كلمتين منفصلتين مش كلمة واحدة. طبعا القاعدة الأساسية إن الفعل بعدها مفرد دايما والاسم بعدها جمع. سواء هنا لقيت الجملة فيها فعل في الصيغة المفردة فقط، أو لقيت الثلاث علامات اللي هي off واسم جمع وفعل مفرد، أنا ما بيعملش معايا مشاكل لأن each one في الحالتين مفصولة. يلا نطبق. each one has a different idea. تمام، الجملة تمشي كل واحد عنده فكرة مختلفة. أو قلت each one of my friends has a different idea، يعني كل واحد من أصدقائي عنده فكرة مختلفة، برضو صح، الاتنين يمشوا بلا أي مشاكل لأن each one في الحالتين كلمتين مفصولتين مش كلمة واحدة. نركز، each one كلمتين مش كلمة واحدة. نيجي بعد كده ل anyone. و anyone في القاعدة وفي التصرفات إلى حد كبير نفس التصرفات everyone. بتيجي بمعنى إيه؟ معنى عام معناها أي شخص في العموم، و anyone بتيجي بمعنى أي شخص من مجموعة محددة. خلاص حفظنا القاعدة مش مستاهلة، الفعل مفرد الاسم جمع. أقدر أميز إزاي إذا كان معناها أي شخص بشكل عام أو أي شخص من مجموعة محددة؟ خلاص اتفقنا، anyone كلمة واحدة مش بتسمح بدخول حاجات كتير في الجملة بلاقي فيها مجرد فعل مفرد، ودي بتيجي بمعنى أي شخص بوجه عام. اتفقنا؟ تمام. أو anyone المفصولة فيها space هتسمح بدخول أكتر من مجرد فعل في الجملة، هلاقي فيها ال preposition of، هلاقي فيها اسم الجمع، وطبعا الفعل في الصيغة المفردة. ومن غير كلام أنا فاهمة بما إن هي كلمتين فهي بتتكلم عن أي شخص من مجموعة محددة. يلا ناخد مثال. If Noat wants to join the game, they should come now. If Noat wants to join the game, they should come now. طبعا أنا عندي الاختيار يا إما أي حد في العموم أو أي حد من مجموعة معينة. لو أي حد حابب يشترك في اللعبة يجي دلوقتي. تمام؟ أنا هختار مين في الجملة؟ اتفقنا خلاص إن إحنا بنبص على العلامات وإن أنا عندي hints أو clues أو كلمات keywords كده بتساعدني أختار مين في الجملة. ببص في الجملة بعد السبيس لقيت عندي wants فعل في الصيغة المفردة. فبما إنه في الصيغة المفردة يعني ما بيقبلش حاجات كتير في الجملة، يبقى أنا هختار الكلمة الواحدة ولا المفصولة؟ أوتوماتيك أنا هختار الكلمة الواحدة اللي بتيجي بمعنى أي حد بشكل عام حابب يشترك في اللعبة يجي دلوقتي، وهو الاختيار التاني anyone الكلمة الواحدة. وبتكون الإجابة عندي if anyone wants to join the game they should come now. anyone الإجابة التانية. التريكي بوينت على النقطة دي زيها زي everyone. if not of the students want to answer raise your hand. تاني if not of the students wants to answer raise your hand. لو أي حد من الطلبة عايز يجاوب يرفع إيديه. هختار مين يا ولاد؟ مبدئيا بالسنس هو قال لي of the students فهو اتكلم عن مجموعة محددة، فأنا أوتوماتيك في دماغي أول حاجة فتحت لي نور أو ولعت لمبة قدامي وأنا بجاوب السؤال إن أنا لقيت مجموعة محددة، فأنا عارف إن هي المفصولة مش الكلمة الواحدة. طيب هل في علامات تانية تأكد لي كلامي؟ والله عندي بدل العلامة 3. أول حاجة حرف الجر off، تاني حاجة إني لقيت اسم جمع، تالت حاجة إني لقيت الفعل طبعا في الصيغة المفردة، وبالتالي الاختيار من غير كلام هو anyone المفصولة. لو أي حد من الطلبة بتاعتي المجموعة بتاعتي حابب يجاوب لو سمحت يرفع إيديه، وبالتالي anyone المفصولة. يتبقى لينا بعد كده no one بمعنى لا شيء ولا أي واحد، ودول لازم ناخد بالنا إن no one زي each one كلمتين. خلاص بما إنها اتفصلت فسهلت عليا الدنيا، سواء جه بعدها الفعل مفرد سواء جه بعدها off واسم جمع وفعل مفرد ما عنديش أي مشاكل. No one is perfect، مفيش حد كامل، لقيت الفعل مفرد ما عنديش مشاكل، أنا no one مفصولة. No one know the truth، مفيش حد يعرف الحقيقة، برضه هي مفصولة مفيش أي مشاكل فيها. وبرضه keep in mind إن no one لا تساوي no one ككلمة واحدة، الصح هي المفصولة. خلاصة الكلام اللي قلناه النهاردة ده إيه؟ لقيت عندي everyone, each one, anyone, no one، أي حاجة من الضمائر دي ظهرت قدامي لقيت one فيها، فأنا إذا automatically هحط فعل مفرد. خلاص؟
everyone each one anyone no one. لقيت كلمة one فعل مفرد على طول. اخد بالي من ايه؟ each one no one كلمتين. each one بتيجي بمعنى كل واحد أو no one ولا واحد. جت بعدها فعل مفرد ماشي مفيش مشاكل. دخل بعدها off واسم جمع وفعل مفرد مش هتعمل لي أزمة، لأن في الحالتين الكلمتين مفصولين. اللخبطة جاية everyone و anyone الاتنين. everyone بمعنى الكل أو الجميع بشكل عام، anyone بمعنى أي شخص بشكل عام. لقيتهم كلمة واحدة إذن فالجملة بسيطة وهيجي بعدها فعل مفرد. طيب لو لقيتهم ظهروا عندي كلمتين إذن بميزهم بإن أول حاجة off حرف الجر يليه اسم جمع ثم فعل مفرد، وإن أنا بكون بتكلم عن مجموعة محددة. كده يبقى احنا شرحنا الضمائر، أتمنى تكونوا فهمتوها. بإذن الله احتجتوا أي حاجة أتمنى تكتبوا لي في الكومنتس، ممكن أعيد لكم أي حاجة أنتوا مش فاهمينها بإذن الله في الشرح. أتمنى تكونوا فهمتوا. تابعوني علشان تشوفوا فيديوز أكتر تفيدكم في دراسة الإنجليش. شكراً.